اللي قدامكم ده المصفوع من امير توفيق، وده اللي صفعه بسبب صفعه امير توفيق. كابتن نبيل دونجا الكذاب الحورتجي بتاع الحوارات بتاع الاشتغالات، اللي بيشتغل جماهير الزمالك، اللي بيسوقهم وهم عادي دايسين معاه، مش فارق معاهم اي حاجه غير ان هم يطلعوا يقولوا عليه حراق. امير توفيق امبارح طلع فضح، لان دونجا طلع في البرنامج بتاع ابراهيم فايق قبل امير توفيق بيومين ثلاثه تقريبا، وقال لك ان النادي الاهلي كلمني، النادي الاهلي كان عاوزني، النادي الاهلي كان هيموت عليا. دلوقتي امير توفيق طلع فضحه. ده غير قبل كده ان هو كان طالع مع مهيب عبد الهادي وقال لك النادي المنافس كلمني. حتى مهيب استغرب، قال له ايه النادي المنافس؟ ما تقول النادي الاهلي. قال له النادي الاهلي. مش قادر يقول اسم النادي الاهلي علشان كسر عينه، ورفض ان هو يجيبه بعد ما هو قاعد يتحايل على الاداره علشان تجيبه. دلوقتي امير توفيق طلع، والاول مره امير توفيق يعمل حاجه صح في حياته ويطلع يتكلم ويقول حاجه صح في حياته. امير توفيق